أهلا بكل عشاق المتعة والإثارة مرة تانية رجعنا لكم، والأهلي كمان بيرجع بالتشكيل الأساسي بعد غياب طويل جدا. غاب علينا الأهلي بالتشكيل الأساسي. شفنا في الفترة اللي فاتت الناشئين أدوا مباريات يعني كانت متوسطة مش على المستوى، وللأسف خرجنا من كأس الرابطة ومن كأس مصر. فنتمنى ان شاء الله باذن الله، فاضل لنا كاس ابطال افريقيا وفاضل لنا الدوري المصري. نتمنى ان شاء الله عودة الاساسيين تكون معاه عودة نتائج جيدة للنادي الاهلي، والمنافسة على البطولتين بقوة والفوز بيهم باذن الله. امبارح كان ماتش مهم جدا للنادي الاهلي مع يانج افريكانز. يانج افريكانز كان بيتساوى معانا في النقط باربع نقاط لكل فريق على صدارة المجموعة، وكانت ماتش بصراحة على الصدارة. ده كده بيضمن الماتش دوت الفوز اللي كسبناه امبارح 2-0 على يانج افريكانز، ضمن للنادي الاهلي صدارة المجموعة الجولة ديت، والجولة اللي جاية كمان ان شاء الله باذن الله نحقق فيها نتيجة إيجابية ونستمر على الصدارة أمام يانج أفريكانز في تنزانيا. بدأت المباراة بتشكيل فيه كام مفاجأة كده بالنسبة لي. كان أولهم أو أكبر مفاجأة فيهم مشاركة النجم الجديد اللي جاي من نادي سيراميكا مروان عثمان كمهاجم أساسي على حساب جراديشار المحترف السلوفيني. معرفش بيعمل ايه في الاهلي لحد دلوقتي. وكمان محمد شريف اللي كان بره القايمة خالص، كان المفروض هو اللي يقعد بصراحة دكة بدل جراديشار، ولكن مستر يستروب استبعده بره القايمة نهائي، وشارك مروان عثمان على حسابهم هما الاتنين أساسي في أول مشاركة ليه مع النادي الأهلي ماتش في دوري أبطال أفريقيا. بعد كده كان في مفاجأة تانية بالنسبة لي. هي زي ما فاكرين قبل كده قلت لكم ان امام عاشور لما يرجع هيبقى على حساب مين من اللعيبة. كان في تشكيل اساسي بيلعب وثابت في الملعب، وكان امام عاشور مصاب. يا ترى سألنا السؤال ده هنا قبل كده على القناة عندنا في الفيديوهات اللي قبل كده، مين هيلعب ومين مش هيلعب لما إمام عاشور يجي؟ مين من النجوم اللي في الملعب هيطلع وهيستبعده مستر يسترو؟ وشفنا امبارح إمام عاشور لعب بدل أشرف بن شرقي. أشرف بن شرقي اللي كان قاعد على الدكة امبارح، ولكن ما توقعش ان استبعاده هيطول، يعني ان هو ان شاء الله بإذن الله هيستعيد مكانه أساسي بسرعة كبيرة جدا. وبرده كان في مفاجأة تانية ان زيزو لأول مرة تقريبا يلعب أساسي أو يبتدي ماتش أساسي من ساعة ما جه النادي الأهلي في مركزه الأساسي اللي هو الوينج الرايت. الوينج رايت زيزو من ساعة ما جه الأهلي بيلعب رقم 8 على الدايرة خط نص. الماتش دوت لعب وينج رايت، رجع تاني مركزه الأساسي وأدى مباراة كويسة فيه، فدي برضو كانت مفاجأة تانية بالنسبة لي. زائد مشاركة مصطفى شوبير مكان الشناوي. نتمنى ان ده يتم ويستمر ويفضل كده فترة طويلة ان شاء الله بإذن الله. مصطفى شوبير محتاج فرصة، هيتألق وهيعمل ماتشات كويسة وهيغلط ولازم هنستحمله، وهيتعلم وهياخد خبرات مع الوقت، ولكن مش هيقدر ياخدها ولا هيقدر يشيل ويبقى نجم وحارس منتخب مصر في كأس العالم ان شاء الله بإذن الله الا لما ياخد فرصة كبيرة وكويسة وكافية ان هو تخليه ياخد خبرات ان هو يشيل منتخب مصر ان شاء الله في كأس العالم اللي جاية. طيب فحتى لو شوبير غلط ادى مباراة كويسة وممتازة جدا امبارح، ولكن وارد ان هو يغلط، لازم نستحمله لما يغلط. لازم ياخد خبرة. الحضري في اوله غلط كتير جدا وغلط غلطات فادحة واخطاء فادحة واستحملناه لحد ما بقى عصام الحضري اللي كلنا عارفينه اسطورة مصر وافريقيا في حراسة المرمى واسطورة عالمية بصراحة. فلازم برضو شوبير نصبر عليه، هيغلط شوية معلش هنستحمله مفيش مشكلة، ولكن هو حارس واعد وصاعد بسرعة الصاروخ، وإن شاء الله بإذن الله هيمثل قوة كبيرة جدا لمنتخب مصر وللنادي الأهلي في المباريات القادمة. فدوت كان عن التشكيل وتعليقي على التشكيل. طبعا نادي يانج افريكانز كان عايز يطلع بالتعادل زي ما عملها في الجزائر مع شبيبة القبائل، برضو قفل بطريقة كويسة جدا وكان بيعتمد على الهجمات المرتدة. عمل نفس الكلام دوت مع النادي الاهلي، تقفيل ورا تمام. علشان كده مروان عثمان ما ظهرش قوي امبارح في الماتش ده. مروان عثمان مميز باللياقة البدنية والضغط على المدافعين
استخلاص الكرة منهم، وان هو محطة كويسة وتقدر تسند عليه الكرة. ولكن امبارح الفرقة كانت مقفلة جامد جدا، مروان عثمان ضغط عليهم كويس وعلى قد ما يقدر، ولياقته البدنية كويسة ولسه شاب وكده تقدر تعتمد عليه كمحطة وكضغط قوي جدا على الدفاع. بس دوت لما تكون انت مثلا راجع لورا تمام، والفرقه اللي قدامك بتحضر من تحت وهتهاجم، انما دول ولا هيحضروا من تحت ولا هيهاجموك الماتش دوت خالص. فعلشان كده مروان عثمان ما ظهرش قوي، ولكن هو مميز زي ما بقول لكم في الضغط على المدافعين واستخلاص الكرة منهم، وان هو يحرمهم ان هم يحضروا الكرة من تحت زي اسامه ابو علي كده في الحته ديت. يعني هو زي اسامه ابو علي في الحته دي، نتمنى ان هو يكون زي اسامه ابو علي في الفينش على المرمى ان شاء الله باذن الله، والتهديف، ويكون مهاجم قوي جدا. لسه هنشوف الماتشات اللي جايه ايه بقيه امكانياته اللي هو يقدر يعملها، ولكن هو كمحطه وكضغط على الدفاع كان ظهر كويس امبارح، ولكن الدفاع كان مقفل بطريقه قويه جدا، فهو ما ظهرش كويس في الموضوع دوت. وعموما الاهلي في الشوط الاول ما كانش كويس بسبب التقفيل بتاع يانج افريكانز. كانوا بيعتمدوا على الهجمات المرتده، وفعلا راحوا بكورتين خطر على مصطفى شوبير. كوره الكورتين كانوا من ناحيه الشمال عندنا من ناحيه كوكا، كوره دخل بيها لجوه وشاطها بره، والكوره الثانيه شاطها ارضيه وشالها مصطفى شوبير ببراعه، من ضمن الكور اللي تحسب له كان تألق فيها مصطفى شوبير. طبعا الكورتين دول كانوا بيمثلوا خطر، والاهلي كان مستواه وحش جدا على جميع الاصعده في الشوط الاول، نتيجه للطريقه الدفاعيه اللي هي بحته والزون ديفنس اللي كان عامله فريق يانج افريكانز، واعتماده على السرعات قدام والهجمات المرتده. فكان الاهلي ظهر باداء سيء جدا. ولكن في اخر الشوط الاول الى حد ما بدا الاهلي مستواه يعني يزيد شويه قبل ما الشوط الاول ينتهي، وفي الوقت بدل الضايع من الشوط الاول شفنا الكرة بتاعت النادي الاهلي اللي دايما بيعملها، لما هاني بيستلم على الجنب اليمين وبعدين الوينج، الكرة دايما يستروب من ساعه ما جه هو بيعتمد عليها في الهجوم، وحصلت كذا مره واحرزنا منها اهداف كتير قوي. الوينج اليمين بتاعنا بياخد الباك الشمال بتاعهم ويخش جوه الملعب، بيفضي المساحه اللي عند الكورنر قدام هاني ديت، لعيب نص الملعب بيخش فيها ويستلم الكرة. اللي كان قبل كده مين بيلعب في نص الملعب وبيخش في المساحة دي؟ كان زيزو. وزيزو طبعا مركزه الاصلي كان وينج، فكان بيتألق في الحتة دي جامد جدا جدا، بيجي من نص الملعب يقطع قدام هاني بعد ما الوينج اذا كان اشرف بن شرقي او تريزيجيه ياخد الباك الشمال ويخش جوه الملعب. اتعملت كذا مرة حتى مع منتخب مصر، ونجحت مع المنتخب ونجحت مع النادي الاهلي. وحتى لو كان الوينج دوت يعني الباك الشمال ما راحش مع الوينج وفضل واقف مع زيزو، كان بيبقى الوينج هو اللي فاضي. واتعملت لاشرف بن شرقي قبل كده في ماتش الزمالك واحرزنا منها هدف برضو. فالحركه ديت على طول الاهلي بيعملها، اتعملت في الماتش ده وهاني عملها كذا مره، ولكن زيزو هو كان الوينج، فزيزو هو اللي بياخد المدافع ويخش لجوه. كان بيجي مين بقى من نص الملعب يقطع ورا المدافع الباك الشمال بتاعهم في المنطقه الفاضيه؟ كان مرة اتعملت لمروان عطية رجع الكرة لورا مش لحد خالص، مرة التانية اتعملت لديانج رفع الكرة اتقطعت من الدفاع. فطبعا ما كانوش بالكواليتي بتاعت زيزو في المنطقة ديت الاتنين، مروان عطية ولا ديانج. طب ليه امام عاشور ما جاش؟ امام عاشور بيحب يميل ناحية الشمال، دايما بيلعب مع الجبهة الشمال اكتر من الجبهة اليمين، فاللي كان بيزيد من نص الملعب في الجبهة ديت واتلعبت له الكرة في المرتين دول. كان مرة الاولانية لمروان عطية لعبها ارضيه لورا زي ما قلت لكم، ولكن ما كانتش لحد خالص، ما كانش في حد متابع، ما كانش باصص، يعني ما كانش لعبها لحد معين. المره الثانيه ديانج رفعها عرضيه، طبعا يعني ما كانتش عرضيه دقيقه زي عرضيات زيزو، فاتقطعت من الدفاع وطلعت بسهوله. المره الثالثه جه هاني يعملها، ولكن المره دي لقى ان اللعيبه اللي قدامه كلها ممسوكه، كان زاد الزون ديفنس اكتر وكان اللعيبه ممسوكه واتفهمت اللعبه وكده واتعرفت، فمعرفش هاني يعني يلعبها. ولكن هاني يعني بصراحة مستواه تطور جدا جدا السنة دي غير السنين اللي فاتت، كنا بنعيب عليه في كذا حاجة. السنة دي هو بص لقى ان كله ممسوك قدامه، مفيش حد ان هو يديها له في الحتة الفاضية ديت، الحتة دي اتملت ما بقتش فاضية خلاص اللي كان بيهرب فيها مروان او ديان. فقام رفع عينه وعملها عرضية جت على راس تريزيجيه، الكرة تريزيجيه بيجي من ورا
تمام، وبينط باندفاع قوي جدا، بيلعب كوره قويه بدماغه في الجون وبتخش جون لولا قوتها، الحارس صدها ولكن كانت قويه جدا ودخلت، وعملها برضو اكتر من مره. ومع المنتخب في ماتش بوركينا فاسو نفس الجون ده عمله برضو تريزيجيه وجابه. مع النادي الاهلي برضو عمله كذا مره، بيخش من الناحيه الشمال للكرات العرضيه، بيجي منطلق ومندفع، بينط فوق الدفاع او يسبقه ويلعبها بدماغه على طول. طبعا مستغل سوء التغطية على عكسية في الفرق اللي بتلعب قدامنا. فتريزيجيه في اخر ثانيه في الشوط الاول بيحرز الهدف الاول، ودي كانت نقطه تحول في المباراه، لان نزل الشوط الثاني طبعا يانج افريكانز مش بنفس التحفظ الدفاعي بتاعه دوت ونفس القوه الدفاعيه والصرامه، لا كانوا عايزين يطلعوا لقدام شويه علشان يعوضوا. فهنا لما يانج افريكانز فتح خطوطه شويه الشوط الثاني الاهلي بدا يكون احسن، وبدا ان هو يعني ينقل كرات افضل من الشوط الاولاني، بدا ان هو يستحوذ على الكوره. شفنا كذا تصويبه من النادي الاهلي، بدانا نعتمد على التصويبات، شفنا تصويبه مثلا تصويبه من مروان، شفنا تصويبه من هاني، بن رمضان لما نزل برضو عمل تصويبه، فبدا الماتش يفتح شويه الى حد ما. ولكن انا بصراحه بقلق لما تكون النتيجه 1-0 والاقي كده الاهلي بيقعد ينقلوا كوره وبتاع ويلعبوا مستريحين يا جماعه النتيجه 1-0 ممكن يخش فينا جون في اي لحظه. المفروض الاهلي يكون اقوى من كده ويحاول ان هو يجيب التاني ويكون اشرس من كده، ولكن في لحظه دلع كده بتعدي على النادي الاهلي وهو غالب 1-0 بصراحه بتقلقني جامد جدا. وحصل فعلا الموضوع دوت، وكان في الدفاع كوره يعني اتلخبطت في الدفاع وكده، والدفاع حاول يطلعها، قامت راحت لواحد منفرد، الوينج اليمين بتاعهم كان منفرد وشاطها قوية جدا على مصطفى شوبير، ولكن شوبير شالها برضو وتصدى ليها ببراعة تاني، كان ممكن تكون كرة التعادل ليانج افريكانز. هنا بدأ الاهلي يفوق، الكرة دي على طول اتردت بهجمة مرتدة للنادي الاهلي كانت خطر جدا جدا، راحت لجراديشار اللي للأسف يعني جراديشار عمل كورة بوش رجله، شفناها كلنا في الماتش بتاع كأس العاصمة، وجت جون في طلائع الجيش تقريبا، عملها بوش رجله جامدة جدا حلوة، وطبعا الناس قالت يا سلام عليك يا جراديشار يا جامد يا لعيب الكورة بوش القدم. فبرضه ديت حب يعملها بوش القدم ولكن فسحت منه شوية، وسعت منه، خرجت على بره. طبعا كورة كانت خطرة جدا. انا مش عارف بصراحة جراديشار، يعني انت واخد مكان اجنبي نازل مكان مروان عثمان، جات لك كرة زي ديت يعني مهاجم يعني شبل من الاشبال ممكن يجيبها عادي بكل سهولة، ولكن واحد محترف من المحترفين بتوعنا بيضيع انفراد خطر زي دوت وبيضيع علينا فرصة الهدف الثاني، علشان بعدها على طول الاهلي يفوق ويمسك كورة اقوى ويبتدي هجومه يكون اقوى، مع ان الفرقة يانج افريكانز فتحت خطوطها وبدأت تتقدم للامام. فبنروح برضو بكرة سريعة جدا مرتدة مع جراديشار اللي بيديها لزيزو، زيزو بيقوم مرجعها لإمام على حدود منطقة الجزاء، ويا سلام بقى استمتع بقى بكرة إمام ووش القدم بقى لما غمزها لتريزيجيه ثرو كده بينية بين من ورا المدافع، بينية جميلة جدا، وتريزيجيه قام واخدها على يمينه، لم المدافع وجابها عدلها على يمينه وعملها ار2 في الجون، ولا احسن ولا اروع علشان يبقى الهدف الثاني لتريزيجيه وللنادي الاهلي في المباراه. وبعدها يمتلك الاهلي زمام الامور، يبتدي بقى يستروب يعمل تغييرات تنشيطيه، نزل بن رمضان وبينزل كمان احمد عيد مكان هاني بيجربوا، ملحقش احمد عيد يعني يلمس الكرة كتير علشان نحكم عليه، ولكن خد برضو ماتش في افريقيا وخد خبرة اللعب مع الاهلي، فهي كانت خطوة كويسة من يستروب ان هو ينزله برضو وياخد فرصته ويجربه في الماتش دوت. وبينتهي المباراة ب2-0 للنادي الاهلي، ويرتفع رصيد النادي الاهلي ل7 نقاط على صدارة المجموعة، يليه يانج افريكانز ب4 نقاط، ولكل من شبيبة القبائل والجيش الملكي نقطة واحدة بس. واللي هيلعبوا النهاردة مع بعض ان شاء الله بإذن الله الساعة 6 مساء هنتفرج على الماتش قوي جدا برضو بينهم، الشبيبة هيلعب مع الجيش الملكي ان شاء الله بإذن الله، مباراة قوية بقية المجموعة بتاعتنا. طبعا ده هيبقى اخر امل ليهم ان فرقة منهم تعلى على التانية في الماتشين دول علشان ينافسوا يانج افريكانز على المركز الثاني في المجموعه باذن الله بعد ما الاهلي ياخد المركز الاول. ده موقف مجموعه النادي الاهلي.
في كمان النهارده ماتش مهم جدا بين نهضة بركان وبيراميدز في المغرب، هيبقى الساعة 9، ماتش قوي جدا برضو، عايزين نبقى نتفرج عليه. بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله ماتشه اللي جاي هيكون مع وادي دجلة. النهارده السبت، ماتشه هيبقى يوم الثلاث مع وادي دجلة، بعدها هيسافر لتنزانيا يلاعب يانج افريكانز يوم السبت الجاي تاني ان شاء الله باذن الله في تنزانيا. نتمنى نتيجة ايجابية علشان نستمر على الصدارة. بعد كده ان شاء الله الاهلي هيجي يلعب بالبنك الاهلي، وبعدين يطلع يلاعب تاني شبيبة القبائل. الاهلي الماتشين اللي جايين ليه بره ارضه ماتشين اقوياء جدا مع يانج افريكانز ومع شبيبة القبائل. الماتش بقى الاخير في المجموعه هيكون على ارضنا مع الجيش الملكي، وهيكون ماتش قوي جدا جدا. اتمنى ان الاهلي يكون حسم الصداره قبل الماتش دوت وما نحتاجلوش، ويكون ماتش احتفال بصداره المجموعه فقط لا غير، لان لو احنا محتاجين الماتش ده هيبقى ماتش صعب جدا جدا. الجيش الملكي طبعا بينافس بقوه مع النادي الاهلي، ومش يعني هيسيب لنا الماتش بسهوله، او مش هنقدر ان احنا نفوز في الماتش ده بسهوله. ان شاء الله باذن الله الاهلي يعدي الماتشين اللي جايين بمكسب كويس ويضمن صداره المجموعه ان شاء الله، وما نحتاجش الماتش الاخير دوت لانه هيبقى ماتش قوي جدا. والماتشين اللي بره ارضنا برضو ماتشين صعبين، ولكن كلنا ثقه في لاعبتنا الرجاله ان شاء الله باذن الله يعدوا من الموقف دوت. زي ما قلنا هنتابع النهارده ماتش الجيش الملكي مع شبيبة القبائل الساعة 6، وكمان ماتش نهضة بركان مع بيراميدز الساعة 9. بكرة إن شاء الله الساعة 9 برضو هنتفرج على ماتش الزمالك مع المصري في الكونفدرالية، هيكون بكرة الأحد الساعة 9 إن شاء الله بإذن الله. وبعد نهاية الماتشات ديت هنلخص لكم حوار مجموعات وموقف مجموعات سواء الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا أو الزمالك والمصري في الكونفدرالية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وفوز جديد للأهلي وللكرة المصرية بإذن الله. إلى اللقاء.